تنظيمية حالت دون انطلاق هذه المباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أفريقيا لكرة القدم في انتظار تقرير حكم المباراة. تابعنا هذه الأحداث التي خرجت عن النص وحالت دون انطلاق المباراة في وقتها الذي كان مقرر. انطلقت المواجهة ابتداء من الساعة 8 من مساء اليوم. مجيد الخال أهلا بك من جديد. محسن الشرقي أهلا بك من جديد أيضا. لم نكن نتوقع هذا السيناريو بالفعل. نعم. دائما احنا كنبقاو في المحور الرياضي. نعم. المغرب بلد يرحب بجميع سكان العالم. نعم. اي يعني شخص او اي مواطن ديال اي دوله اخرى فهو مرحب به. احنا ما كنبقاوش ندخلوا في بعض التفاصيل اللي كتخلي انه مقابله كره القدم كينتظروها يعني محبين ديال كره القدم. نعم. اللي تطور هذه الامور. ف كنظن انها تكون نيه مبيته، ولكن حنا دائما كنبقاو فيما هو ايجابي. حنا كنا كنتمناو المقابله تبدا في الظروف ديال العاديه باش نشوفوا يعني الاولمبيك اسفيش داخل الميدان كيحقق انتصار. على اين مجيد الخال محسن الشرقي، يمكن هذه المباراة يعني كنا كنتظروا فيها يعني الكثير بطبيعة الحال. أولمبيك أسفي متعطش، وحتى كرة القدم المغربية الكل كان وراء هذا الفريق الذي يمثل كرة القدم المغربية في الكاف. الآن لاعبين في مستودعات الملابس. ننتظر بالطبع قرار حكم هذا اللقاء. لا نعرف إذا ما كان سيعاد أو ستعاد انطلاقة المباراة أم لا. في انتظار بطبيعة الحال قرار على الحكم. منتظر جدا أن تعود المباراة لتنطلق من جديد. أنا إذا سمحت لي نهضر في واحد الجانب آخر. واحد الجانب آخر تلقى الجانب الرياضي وكرة. لا، هو الجانب هذا هو ما يجمعنا الآن من خلال هذه المباراة. ما يمكنش تعمل الجانب الرياضي مع الجانب العسكري. باش نكونوا واضحين، انا هذا الكلام هذا انا مسؤول عليه. انا نقولوا لحظه، احنا في واحد دابا الرياضه ولات دخلت مع هذا البلد اللي هو جار في اطار ما هو جيوسياسيه الرياضه. بمعنى عمليا انت واحد القوه البناء امامك، واحد القوه الهدم. كاين مخططات عدائيه كتحك خفية في الظلام وكتروج إما عن طريق شحن الجماهير أو عن طريق إعلام. محسن، احنا كنلعبوا كرة القدم فعلا. احنا نعيش أجواء جميلة جدا. كنا نستمتع فعلا بنهائي قبل الأوان. هذه مباراة في كرة القدم. دعنا من الأمور الأخرى. ما يهمنا كفريقين يلعبان نصف نهائي إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. لا شيء حسن، في انتظار دائما قرار حكم هذه المباراة أن تنطلق أو لا، لأن الصور تؤكد أن العودة المباراة لانطلاقتها لا زال قائما. محسن مجيد الخال، والصورة أمامنا الآن الحركات التسخينية للاعبي أولمبيك أسفي، ما يعني أن هناك أمور تجاه لإعادة انطلاق هذه المباراة، ولو تأخرت تبقى هذه أمور تدخل دائما في إطار اللعبة. ماشي أول مباراة غتأخر الانطلاقة ديال العادية. هو الشيء المهم بالفعل، ولكن الشيء المهم هو أن العناصر أو اللاعبين ديال الفريق أولمبيك أسفي خصهم يبقاو في كامل يعني التركيز ديالهم، خصهم يبقاو داخلين في المباراة، لأنه دائما نتكلم على ما هو رياضي، ما هو كرة القدم. فيعني حتى المعد البدني فخصو يبقى مع اللاعبين في الإحماء ديالهم، لأنه تحضر في اي لحظه الحكم يعطي انطلاقه المقابله، ولا كنتي شارد ذهنيا اذا كان الجسم ديالك يعني ما وصلش لك الحميه باش انه يخوض مقابله في هذا النوع، لا قدر الله يوقعوا اصابات. فلذلك في يعني الفتره الاحمائيه فخص اللاعبين يبقاو يعني كيتمرنوا، يبقاو انهم يلمسوا الكره باش يبقاو في الاجواء ديال المباراه، لانه من كنتكلم عن المباراه في كره القدم. انا صاحب التركيز العالي محسن وما سيفوز وما سيدخل اللقاء، لان هذه فتره انتقاليه ربما قد تتاخر انطلاقات هذه المباراه، لكن التركيز ضروري. تعتمد على قرارات اولا باش نبقاو في ما هو رياضي. نبقاو هناك تقارير. اولا التقرير ديال المندوب ديال المباراه، لانه كان حاضرا طبعا، المسؤول الامني ديال الكاف، لان هذا الشيء هذا مسابقه في اطار الكاف طبعا، باش تعرف ماذا حدث، الكشف عن الحقيقه، تحديد المسؤوليات الى غيره. ضروري هذا يدخل في هذا الاطار هذا. ثم القرار الاخير طبعا للحكم.
الحكم ما زال قائما. ما بين اللاعبين جرت اكثر من مباراه، 4 المباريات بدون ان يتكرر الحدث. طبعا الفريق راس لعب في اسفي يعني في مباراه فعلا المجموعات. نعم فعلا، ولم يحدث اي شيء. كانت دائما الضمانات الامنيه مضمونه، السلامه البدنيه ديال اللاعبين كانت مضمونه، حتى الجماهير اللي كانت كتحضر، وبالتالي هذا في انتظار طبعا القرار ديال الحكم. حنا كنا كنتمناو اننا نهضروا في التكتيك، نهضروا في حروب اخرى من غير هذه الحروب. غنتكلموا في التكتيك اكيد، لان الصور تبين بانه ربما كاين قرارات قد تعيد هذه المباراه لانطلاقتها من جديد. هنا العامل الذهني والبدني ايضا، لان كاين توقف، احماءات، توقف، التركيز الذهني اكيد حاضر قبيل انطلاق هذه المواجهه، وان تاخرت بطبيعه الحال. واخا تبدا المباراه فكنظن انه فريق اولمبيك اسفي في المقابلات اللي عندنا لهم في دور الكونفدراليه الافريقيه او في كاس الكونفدراليه الافريقيه فدائما كيكونوا في اتم الاستعداد. الان يعني الكاميرا في هذه اللحظات كنا نشوفوا لاعبين كيهاجموا، لاعبين كيدافعوا، الان موجه نحو الحكام والمندوب المباراه باش نعرفوا القرار ديالهم، لانه القرار كيبقى بيد الحكام، هما اللي يقرروا في المصير ديال هذه المباراه واش غتلعب ولا ما غتلعبش او انها غتاجل، في انتظار يعني التقرير ديال المندوب المباراه. وهذو هما المباريات اللي كيوقع فيهم هذه الاشياء. ولكن حنا دائما كنركزوا مع الفريق ديالنا، فريق الاولمبيك اسفي المغربي، لانه كيمثل كره القدم الوطنيه، انه يبقى في اللاعبين يبقاو في اتم الاستعداد ديالهم، لان بحال هذه الاشياء يعني ما خصهمش يبقاو يركزوا مع محيط الملعب، خصهم يبقاو مركزين على المستطيل الاخضر. بدايه المباراه كيفاش انه التعليمات اللي تعطاهم من طرف المدرب باش يبقاو يطبقوها، ولما تلعبش المباراه فهذيك اشياء اخرى. يعني نشوف يبقاو اللاعبين كذلك في يعني في التمارين ديالهم عندهم بطوله الوطنيه، يبقاو يعني احنا اولمبيك اسفي في الاونه الاخيره انا اصبحت من المعجبين بطريقه اللعب ديالهم، الطريقه القتاليه ديالهم، اللعب ديالهم كمجموعه. المدرب اللي عطى واحد لو بليس يعني وكمل واحد العمل اللي كان قام به زكريا عبوب. تاخير ربما فيه خير كما كنقولوا حنا بلغتنا الشعبيه، اكيد كل خير فات وخير ياكل. فعلا المدرب اجمل ما يوقع الحدث، المدرب كان كيتلاحظ بان الخطوي اتجه مباشره الى اللاعبين، طلب منهم انهم يبقاو مركزين في حالات انه اذا انطلقت المباراه على الحركه التسخينيه ديالهم، على التركيز الى غيره، على اساس انه اذا انطلقت المباراه تم انطلاقه المباراه من جديد يبقاو على الاقل حاضرين ذهنيا نعم. وتجاوز هذه السلوكات اللي هي سلوكات اكيد هو متجاوز، لان تدخل في بعض الاحيان في اطار اللعبه، ولو ان هي كتبقى بطبيعه الحال كره القدم هي كره القدم، لكن البدايه ديالها ربما يمكن لحسن الحظ انها ما انطلقاتش. مجيد الخالة، فدائما نتكلم عن سلامة اللاعبين اولا، سلامة الجمهور كذلك. فمن الافضل انه يتم يعني ترتيب يرجع الهدوء الملعب باش انه تكون بدايه سليمه، لانه احنا دائما احنا كنتكلموا على المغرب بلد الامن والامان. فالحمد لله راه غيكونوا الان يعني المسؤولين الامنيين في اي مكان باش انهم يراقبوا، باش انهم يرجعوا الامور الصواب. وكذلك ان الفريق اولمبيك اسفي واللاعبين ديالو كذلك الطاقم التقني باش يبقاو دائما في حوار مع اللاعبين باش انهم يبقاو في المباراه كما تكلمت، لانه المباراه مع الحكم باقي ما صفرش على عدم البدايه ديالها. فدائما انت في المباراه، فلذلك فخص ضروري الكلمه اللي غنتكلموا عليها كثير هي التركيز، باش اننا ان شاء الله فريق اولمبيك اسفي يوصل للنهائي ويحقق الانجاز ديال الجيش الملكي اللي وصل للنهائي ديال كاس العالم. وحتى الاجواء والصور اللي تابعنا قبل لحظات فالامور متحكم فيها. ارضيه الملعب حنا كنشاهدوا مستطيل اخضر بدون اي عنصر خارجي.